كشف هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الشرط الوحيد لإتمام التعاقد مع رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز وضم لصفوف القلعة البيضاء. وارتبط اسم رمضان صبحي بقوة بالانضمام إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الماضيتين، خاصة عقب انتقال عبد الله السعيد إلى صفوف القلعة البيضاء. وانضم رمضان صبحي في صفقة بيع النهائي إلى صفوف بيراميدز بعدما كان معاراً للنادي الأهلي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي في انتقالات صيف 2020. رغبة رمضان صبحي الشرط الوحيد للانتقال إلى الزمالك. وقال هشام نصر في تصريحات تلفزيونية: إن وجدت الرغبة لدى رمضان صبحي في الانتقال إلى الأبيض سنرحب بالتعاقد معه، وهو لاعب جيد بكل تأكيد. وواصل في حديثه: نسعى لتدعيم الفريق الكروي والحفاظ على الاستقرار، وبدأنا مفاوضات تجديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا، كما أنني كنت داعما لضم عبد الله السعيد، فالحكم بالعطاء والمجهود واستفادة الفريق وليس بالسن. واستكمل هشام نصر حديثه عن غرامة محمود كهربا: لا يجوز للزمالك التنازل عن حقوقه، لأن هذه أموال النادي وليست مستحقات شخصية، فالتهاون في هذا الملف ينتج عنه تهمة إهدار المال العام. واختتم في حديثه: هناك شيء يخطئ الناس في تقديره، البعض يحسب قيمة غرامة كهربا بسعر الدولار في السوق السوداء، وهذه حسابات خاطئة. هذه الأموال سيتم تحويلها بسعر البنك بشكل طبيعي، فليس من حق النادي اللجوء إلى السوق السوداء.